إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أنا السجين عرنان ابن فذغوش ابن عرنان ابن جليغم الفهري العبيدي القحطاني، أسجل هذا المقطع في تاريخ 9 صفر 1438 قبل قصاصي ب 24 ساعة، وغدا يوم الخميس 10 صفر 1438 تنفيذ حكم القصاص فيني، وهذا حكم الله في عبد الله، والحمد لله على كل حال. فالرسالة الأولى لوالدي ولإخواني، فأقول لوالدي: احتسبوا الأجر من الله واصبروا، عافاكم الله في أبدانكم وكتب الله أجركم وربط الله على قلوبكم، فلا تتجزعوا ولا تسخطوا، فهذه أقدار الله يجريها على عباد الله، فالحمد لله على كل حال. وأقول لإخواني: اصبروا واحتسبوا، واعلموا أن أخيكم قدر الله عليه هذه المشكلة وقدر الله عليه هذا الحكم، فيجب عليكم أن تصبروا وتحتسبوا وتعلمون أن هذا مكتوب لي، والحمد لله على كل حال. أما الرسالة الثانية فلمن سعى في موضوعي بصغير أو كبير، سواء الجاهية من قبل 10 أعوام أو قبل 12 سنة أو قبل 8 سنوات أو آخر جاهية، أو لمن بدع قصيدة في وضعي، أو لمن أتى أخصامي سرا أو علنا أو في جماعة أو منفرد، أو لمن دعالي أو لمن كتب عني، أقول له: بيض الله وجهك وأعلى الله شأنك، أعلى الله شأنك في الدنيا والآخرة، وجزاكم الله عني خير الجزاء. وأما الرسالة الثالثة فلأولياء الدم، أبناء عمومتي آل هيف لم يطلبون إلا حق من حقوقهم الشرعية، وهو حكم الله الذي أنزل في كتابه، فليس في خاطري عليهم شيء، فهذا حكم الله أنزله في كتابه. فإن الله قال تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فالحمد لله على كل حال. والرسالة الرابعة والأخيرة وهي لأولياء الدم في جميع العالم، لمن ولي على سجين أو كان أمر السجين بيد الله ثم بيده وله خصم داخل السجون، أقول: إن طلبت بحد القصاص فهذا حق من حقك، ولا أحد يلومك في هذا، ولكن لازم تعلم أن العفو من شيم الكرام، وأن تعفو أقرب للتقوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، فإن الله يعزك في الدنيا ويعزك في الآخرة. واعلم أن السجين أو خصمك الذي في السجن إذا اعتقته ما يعمل من الصالحات يكون صدقة لقريبك المتوفى، فابتغ ما عند الله، ولو تعلم ما يمر على السجين من هم وفقد للقريب وغم لكفى به، هذا قطعة من العذاب السجن هذا،
واسألوا من سجن ومن مر عليه السجن. فلا عرفنا في السجون من جلس 10 أعوام و15 عاما و20 عاما و25 عاما، فإن خصمه لو يعلم ما يمر على هذا السجين لرحمه، والراحمون يرحمهم الله يوم القيامة. فما تعفي عن السجين ويعمل صالح ويحج ويعتمر ويعمل من الصالحات ويصلي ويتصدق يكون صدقة عن قريبك الذي في قبرك. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ادعوا لي ما استطعتم وتصدقوا عني ما استطعتم ولو بريال واحد، فإني أحب كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أحبه في الله. وجزاكم الله عني خير الجزاء.